بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد ووصفة جديدة، يا رب تعجبكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض مخلل اللفت بأحلى وأسهل طريقة، من غير افتكاسات ولا أي جديد، بالطريقة بتاعتنا المعتادة، بطريقة أمهاتنا. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم، وأكون يا رب عند حسن ظنكم، وأكون ضيفة خفيفة عليكم. وإن شاء الله لو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. كده زي ما حضراتكم شايفين معنا ليفت، انا جايباه صابح ما شاء الله عليه. طبعا الحجم اللي تحبيه، بس هو يعني الوسط حلو، خير الامور الوسط. هنمسكه كده طبعا، هننضفه. هعين منه الحته الخضراء دي بنقول عليها العروش، هنعينها، وهعين الحته اللي هي اللي قدام البوز او الراس بتاعته عشان بيبقى فيها طينه كده. ايوه دي البوز اللي قدام. طبعا لو في اي مكان كده فيه شعر صغنن او طينه او اي حاجه من الخضره دي بننضف طبعا الليفتيه. طبعا كلكم ما شاء الله عارفين بتعملوا ازاي، بس البنات الجديده طبعا ما شاء الله العرايس المبتدئه مخلل اللفت طبعا ما بيختلفش عليه اتنين. طول الشتا لازمنا جنب الاكل. انا عامله مخلل ليمون وعامله زيتون، بس طول ما في لفت لازم أن يكون في لفت على الغدا والفطار، فما بنستغناش عنه طبعا، ده في كل بيت مصري. هنبدأ كده طبعا ننضف كل الكمية اللي عندي ديت. الكمية طبعا زي ما تحبي، الحبة كيلو اتنين. انا الفترة اللي فاتت دي كنت بعمل كميات قليلة عشان تخلص على طول، عشان كان عندي برضو مخلل. فلما لقيت نفسي كل يومين بعمل، قلت لا انا هعمل كمية كبيرة تقعد ايه معايا. هننضف كل الكمية كده. طبعا هنعملها بطريقة سهلة وان شاء الله بسيطة، واي حد ممكن ان هو ايه يعملها. عروسة جديدة، بنتي لسه مبتدئة، على طول بإذن الله تعمليه معايا ويكون سهل ان شاء الله ويعجبك، وتكتبي لي في الكومنتات ان شاء الله بإذن الله. واللي عايز طريقة اي وصفة يكتب لي في الكومنتات نعملها مع بعض. انا كنت بعمل على طول الليفت معاه قرنبيط، ان شاء الله باذن الله هعمله لكم برضو، او جزر بيبقى جميل قوي. بجيب القرنبيط اللي هو زهرة القرنبيط، وبرضو بنضفها وبفصصها، ومش بسلقها ولا اي حاجة، كله بياخد سوا بعضه. والجزر برضو كنت بجيبه، يعني تقدري تضيفي عليه القرنبيط لو بتحبيه والجزر مع الطريقة ديت، ان انت تغسلي القرنبيطة وتفصصيها، وهتفصصيها صغير مش صغير قوي، يعني هتعمليها ورد زي ما هي كده، الورد فيه تفصصيه. والجزر هتجيبيه وتغسليه وتقشريه وتخرطيه باي بقى قطعة خضار بالسكينة، تخليه حجمه مناسب زي حجم يعني تقطيعة اللفت تبقى قد القرنبيط قد الجزر، عشان كله ياخد سوا واحد. طبعا هنغسل كله بكمية وهنضيفها بقى مع بعضيها، وهنعمل مع بعض محلول الملح. وان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه. حابين تعملوه ساده زي ما انا هعمله، هتكملوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله. انا كده نضفت الكميه، خدتها طبعا غسلتها كويس مره واتنين، وما شاء الله زي ما شايفين كده بقى لونه جميل. بجيب انا عندي هنا الرخامه على طول بنضفها، ان انا بشتغل عليها. فغسلت الرخامه بتاعتي وعقمتها بنقطه خل ونشفتها حلو، وجبت طبعا الليفت. عايز تشتغل على قطاعه براحتك، تشتغل على ايدك بالسكينه مفيش مشكله. هنا انا قطعت بالقطاعه دي عشان بتدي شكل زي المحلات من بنجيبه من بره. بقطع كده الكميه الكبيره لما تيجي تعمليها، خلي حجم اللفتايه كبير، ما ينفعش تعمليها صغير، عشان لو عملتيها صغير هيتهري منك وهيطرى. قبل ما تيجي تخلصي الكميه اللي عندك هتلاقي ايه، هتلاقي منها معظمها طري وبوظ. لكن لما هتعمليها كبير هتبقى من اول واحده لاخر واحده ما شاء الله عليها ناشفه وبتقرمش وما فيهاش اي ايه مشكله. لو قطعت الحجم هيطرى معاكي وهيبقى وحش. قطعي الحجم حلو يعني، ولا كبير أوي ولا صغير أوي، تبقى زي ما بقول كده محمله القطعه، محمله. حابه وانتي بتقدمي تقطعيه كده في البوله او في الطبق كده على طول مفيش مشكله، بس هو بيبقى حجمه حلو. وطبعا ده اول حاجه بتتحط على الاكل، هو بيتاكل على طول. فلو هتعملي كميه كبيره زيي قطعيها كبيره، ما تقطعيهاش صغيره. دي برضو تكايه مهمه، عشان لو قطعتي انا في الكيلو وفي الاتنين بقطعه صغير، عشان ما بيقعدش ده كيلو ولا اتنين، طبقين وتلاتة في بيخلص. لا دي ما شاء الله ده كان 10 كيلو ليفت. فبعد التنظيف هو بيقل، بس لازم تعملي حجمه حلو وسط. طبعا بتنضفيها، فيها حاجة بترميها بتستغني عنها. في حاجة اسمها الليفتاية بتبقى قلبها زي السفنج كده، بالبلدي كده بنقول عليها شيخة، بايظة طرية. دي ما تعملهاش عشان هتبوظ معاكي وهتبوظ لك بقية الليفت. انا لقيت اتنين بالعدد وانا بقطعهم. بصي هي القلب بتاعها الكاميرا مش موضحاها، طرية قوي عاملة اكنك زي السفنج. لا اللفتاية لازم أن تكون كده ماسكة نفسيها وحلوة، ما فيهاش حاجة طرية. دي الأحجام
طبعا انا عامله اشكال كتير يعني، مش متعمده، بس زي ما كانت بتيجي واحده مدوره، واحده متولة، قطعي ودي حاجه بيتك وحاجتك وما توقفيش نفسك على حاجه. بس اهم حاجه ان اللفتايه تكون محمله معاكي. انا هنا طبعا شطفته تاني بعد ما قطعته. هديله 3 معالق ملح، لهدف ان الكميه دي مش هتيجي معايا في البرطمان لو انا عبيتها كده من غير ما اديها ايه معلقتين 3 ملح، يهبطها شويه، ينزل حبه ميه منها عشان اعرف اعبي الكميه ببرطمان واحد. انا هنا اديتها 3 معالق ملح، طبعا ده مش هيضايقونا في حاجه يعني، كده كده احنا هنملحه بملح وميه. 3 معالق ملح، 4 مش مشكله، الكميه كبيره. وهسيبها كده بس ساعه او نص ساعه يهبط شويه وينزل ميته عشان اعرف اعبيه ببرطمان واحد. انا هنا بقولك سيبيه ساعه. وهنا قبل الساعه قبل ما اغسل برطماني واحضره، ده معايا بنجر اخر حاجه في الفريزر عندي من تخزين السنه اللي فاتت. فطبعا انا عايزه اخلص الكميه اللي عندي عشان خاطر ان انا ايه اشيل بقى ايه، والبنجر طلع خلاص، واخزن واستعمل منه فريش. دي اخر قطعه عندي، انا بخرطها خرط وبشيلها في الفريزر. ان شاء الله هنشيله مع بعض ونخزنه. دي اخر قطعه انا حطيتها عليه وسبتها عبل ما غسلت برطماني ونشفته وظبطته، وكان ايه ما شاء الله يعني ما فيش 10 دقايق وادى اللون. انا كنت بقلبه كل شويه عشان الكمية تهبط واعرف اعبيها في البرطمان. انا هنا كده عبيتها في البرطمان. حابة بقى تخليه حراق، بتحطي معلقة هريسة شطة حراقة، عشان في ناس كتير بتحطها له ويبقى لونه كمان، بتدي لون حلو معاه وطعم حلو، بس احنا مش بنحب الحراق، احنا بنحبه كده. حابة في ناس كتير قوي العروش اللي احنا قطعناها في الاول بتغسل معاه وتحطه. انا بحب العروش دي وبخللها معاه، بس يعني مش بيحبوها. فطبعا الاغلبيه تكسب، فبعمله من غير عروش. او احيانا لما بكون كميه صغيره بحط لي كده عرش او اتنين، اللي هو الاخضر اللي احنا نضفناه في البدايه، بغسله مع اللفت كويس وبحطه. دي بقى الميه اللي نزلت منه من البنجر طبعا ومن الملح ونزل ميته، دي مش هرميها. دي البنجر اللي انا بوريهولك دوت هو اللي انا بحطته معاه برضو. هنا هحط كل الميه اللي نزلت منه دي عشان فيها ملحة وفيها البنجر. وهنكمل بقى محلول الملح بتاعنا. هنا هجيب بقى بولة واحط فيها بقية المية. انا طبعا عارفة بالنظر عشان انا بايدي في الحاجات دي على طول وبعمل على طول. هجيب كده بولة فيها مية، ومش مية دافية عشان انا عندي كمية كبيرة مش مسخنة المية ومبردوها، لا دي مية من الحنفية. حطيت فيها الملح، وحطيت فيها معلقتين سكر، والمعلقتين السكر دي السكر مادة حافظة للمخللات، بتدي قرمشة حلوة لأي مخلل، ما بتخليهوش يطرى. طبعا رتل المية للمخلل بياخد 3 معالق ملح ومعلقة صغيرة سكر. فرتل المية فكمية زي دي كبيرة. انا حطيت طبعا الملح بتاعها، بس انتي لو هتعملي مثلا كيلو 2 هتحطي له رتل ميه بتاع ربع الازازه مثلا، هياخد معاكي عشان يبقى مظبوط 3 معالق ملح ونص معلقه صغيره سكر. وانا ظبطت ملحه، انا دقته وعبيته كده للاخر، مليت الميه عليه للاخر. طبعا بتسيبيه 10 دقايق، بقلب البرطمان كده 10 دقايق وارجع تاني ارجعه كده، ايوه عشان خاطر بس الملح يتوغل والميه تتوغل كلها في كل الايه الكميه. طبعا حابه اسيبيه ساعه 2 مفيش مشكله كده، لو البرطمان بتاعك يعني ما فيهوش اي حاجه يعني تنزل ميتها او حاجه مفيش مشكله. وكده انا بسيبه بالظبط يعني عشان هو كبير وكميه كبيره، اسبوع ان شاء الله وناكل منه ان شاء الله، هنفتحه مع بعض. ويا رب اكون ضيف خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.